سلام، مرحبا بكم في قناة إيزوميري. الفيديو تاع نهار اليوم رايحه نعطي لكم فكره تاع مشروع صغير. كي تكوني قاعده في الدار عندك مجموعه تاع الورود اصطناعيه تاع الديكور، هكذا ورود حمراء ولا اي لون، ولا الورود تاع الحلويات. انا جمعتهم كامل. دائما كل ما نخرج نصيب باقه تاع الورود رخيصه نشري منها نخليها للشبح ومن بعد نصنع منها فكره. وشنو هي الفكره تاع المشروع تاع نهار اليوم؟ عندي باقة تاع الورود الحمراء هادية، جمعتهم حوالي 12 وردة. عندي انبوب تاع الكرتون، هذا الانبوب تاع الورق، انبوب تاع الورق، المناديل الورقية. عندي هنا حاشية بيضاء، وعندي هادو الورود تاع الحلويات، تلقاوهم عند اللي يبيع دوزان تاع الحلوى، الورود الصغيرة. هادو ادوات اللي راني حنسحقهم في هذا المشروع. وايضا لا دونتيل، نسيت باش نوري لكم شريط تاع الدونتيل. هنا نحكم الورود، نسويها جيدا مليح باش نتحصل على باقة تكون شابة. هاد الباقة واش راح ندير بها؟ راح نصنع باقة العروس. انا اخترت هاد الموديل، وكاين اللي راهم يستعملوا موديلات اخرى حسب النوعيه تاع الورود اللي عندك وحسب الميزانيه تاعك، لانه باقة الورود كاين اللي يتباعوا غاليين فوق 1000 دينار جزائري، وكاين اللي يتباعوا اقل. المهم انا عطيت لك الفكره حسب الميزانيه ديالي، ما تفوتش 100,000، يعني ما تفوتش 1000 دينار. هنا راني جمعت الورود 12 حبه، تقدري تستعملي 6 حبات وتزيدي لهم الورود الصغيره. نديرها داخل الانبوب تاع الورق. هنا كي نديرها في انبوب تاع الورق تعطيني هذيك المسكه، تكون هكذا غليظه ونفس الوقت تكون متماسكه مليح. نعمل هكا شرائط باش ندخل الكرتون باش يكون محكم. من بعد نغلفها بشريط تاع الساتان يكون لونه ابيض. اللون الابيض يتماشى مع اي الوان تاع الفساتين. في اخر الفيديو راح نقول لك كيفاش راكي حتبيعيهم ولمن تبيعيهم. بعد ما كملت تغليف اليد، عندي هنا التزيين تاع الباقه. اخترت الالوان، كاين اللي اخترتهم باللون الاحمر وكاين اللي درتهم بالابيض. طبعا راح نثبتهم او نلصقهم بالبيستولي، بالغير مسدس الشمع، باش ما يطيروش ويبقوا محكومين مليح في الباقه. هنا استعملت اللون الاحمر. وهذا موديل خرج بالابيض. هنا عندي شريط تاع دونتيل، رايح اللون الابيض. اختاريت انا في اللون الابيض، يعني تبع حسب التنسيق تاع اللون الاحمر والابيض. نلفو حول الباقه تاع الورود بهذا الشكل، ونخيط بيدي اولا ومن بعد نثبتو بالبيستولي. نصيحه باش ينجح لك المشروع تاعك في اي مجال، خاصه المجال تاع الخياطه ولا المجال تاع تنسيقات جهاز العروس، كيما انا نصنع مخايط تاع تصديره ولا باقه العروس ولا قفات تاع العراس. نعطيك نصيحه، كي تشوفي موديل وتعاودي تخدميه، ماذا بيك انتي تزيدي اللمسه ديالك، اللمسه الخاصه تاعك اللي تبان في الموديل اللي تخدميه. كي يشوفوه الناس حاجه جديده عندك يشروها عليك، مي كي يشوفوا حاجه مصنوعه مقلده، يعني من موديل واحد يدور كامل عند الصفحات، صدقيني راح يشرو عند وحده ولا اثنين. موديل واحد ما راحش خلاص يتسماط يتكره. يعني قصدي كي تشوفي موديل اعطيله لمسه تاعك الخاصه، زيدي فكره عليه، زيدي حاجه ديالك، من بعد الناس يولوا يعرفوك بخدمتك، ماشي حاجه مقلده. انا هذا واش حبيت نوصل لك باش ينجح لك المشروع تاعك. ثاني حاجه التسويق. اكثر حاجه اللي تقدري تنجحي فيها هي الفيسبوك ولا الانستغرام. تسوقي منتجاتك عبر الصفحات ولا في الماركت تاع فيسبوك. ما عندكش حتى صفحه، ادخلي الماركت، حطي المنتج تاعك، حطي للبيع. طبعا باش تحسبي السعر تاع المنتج تاعك، تقيمي السلعه شحال دخلت لك وتحسبي حق يدك. مثلا في الباقه تاع العروس تقيمي شحال الورود، الشريط تاع الدونتيل نص متر، وتزيدي حق يدك. مثلا يكون حق يدك ما بين 50,000 30,000 40,000 50,000، يعني كي ما تكونش حاجه متعوب عليها وتكون حاجه سهله.